السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف النهاردة الحلويات الحلوة السهلة، البسبوسة بمنتهى السهولة هتعمليها ونتيجة مضمونة، وصدقيني مفيش احلى من كده. النهاردة بقى هنعملها باسهل الطرق، وكمان ممكن البنوتات الصغيرين يتعلموها مننا، او كمان لو عروسة جديدة ولا حاجة وخايفة البسبوسة ما تظبطش منك، بعد الفيديو دوت هتظبط منك على طول. وكمان ساقينها بشربات جميل جدا مظبوط. تعالي نشوف بقى الجمال والحلاوة دي طلعت باللون الحلو ده ازاي، وعملناها سهلة وحلوة وبسيطة كده ازاي. ما تخافيش، النهاردة هنتعلم السر بتاع البسبوسة بأبسط الطرق، ومش هنعمل اي مكونات كتيرة ولا حاجة، بالعكس احنا هنعملها بطريقة سهلة قوي. تعالي نشوف عملناها ازاي. جبنا اول حاجة كيس بسبوسة اسمه ماركيز، وطبعا انا هنا ببدأ بعمل الشربات الاول علشان يلحق يبرد، لان الشربات هخليه بارد او دافي، والبسبوسة هي اللي هتبقى سخنة. حطيت كوباية ونص سكر على كوباية مية ورشة او عصرة ليمونة كده، وهسيبه يغلي حوالي 5 دقايق. كيس البسبوسة ماركيز ده نتايجه مظبوطة وجميل قوي، وهيعمل لك صينية مقاس صغير، مقاس حوالي 24. هحط الكيس وعليه كيس بيكنج باودر، او ممكن لو خايفه من كيس كامل ممكن نص كيس، بس بصراحه انا بحط كيس بيطلع معايا مظبوط خالص. وهحط نص كوبايه سمنه سايحه وعلبه زبادي، بس كده. مفيش اسهل من كده خالص. هتلاقي المكونات بتمتزج مع بعضها بسهوله. السمنه هتعمل لي ربط بسرعه للبسبوسه بتاعتي هي والزبادي. عندك المقدار دوت لو صغير ممكن تحطي كيسين وتحطي كوبايتين زبادي. طبعا الزبادي كوبايه صغيره اللي هي بتبقى حوالي 120 جرام ديت، انا جايبه زبادي بلدي عادي خالص. ممكن تستعملي اي نوع زبادي تحبيه. والزبده انا مستعمله زبده فرن، لو تحبي برضو اي نوع زبده تانية، بس الفرن بتعمل طعم حلو في الحلويات. عايزه تحطي مثلا ممكن زبده فلاحي عادي، بس ما تقليش منها يعني بالمقدار اقل. لو حسيت انها ماسكه منك ممكن تفكيها بمعلقتين لبن. انا بصراحه بوريها لك مظبوطه خالص، يا دوبك عجنتها امتزجت في بعضها بس مش هعجن فيها كتير. هدهن بقى الصينية بتاعتي اهي مقاس 26. دهنتها بالفرشة كده شوية زبدة، وهحط الخليط بتاعي عليها. الخليط زي ما انت شايفة عامل زي العجينة كده سايلة شوية، بحيث ان انا اعرف ان انا اوزعه براحتي في الصينية. ممكن بقى في الخطوة دي تحبي تحطي مثلا جوز هند، تحبي تحطي مكسرات، تحبي تحطي فول سوداني بتاع الحلويات. الحقيقة انا بحبها سادة انا والولاد. انا مجهزه الفرن بتاعي سخن على درجه حراره 180، ما تعليش النار قوي عليها. مش بتقعد اكتر من يعني نص ساعه بالكتير، يعني ممكن كل شويه تبصي عليها بحيث الفرن بتاعك ما يلسعهاش. الخطوه دي مهمه قوي، انا بخبطها كده في الرخامه عشان تتساوى. وايوه بصي كلها سوا بعضها، تحفه. استوت في الفرن على اللون اللي انت شايفاه ده كده جميل جدا. الفرن قايد من تحت بس. هسقيها الشربات وهي لسه طالعه حالا من الفرن، والشربات كان يدوبك خلاص دافي. الف هنا وشفا، نتيجة مضمونة. مبقاش قاعدة قلقانة يا ترى يطلع مكتومة تطلع ناشفة، لا بالعكس خالص، طلعت مظبوطة. ودي تشجع كمان البنات او الستات اللي مش بتعرف تعمل بسبوسة في البيت، تطلع مظبوطة معاهم. الف هنا وشفا.